السكتة الدماغية هو نوعين، هو إما جلطات اللي هو إيقاف تدفق الدم على المخ، يا إما نزيف اللي هو بيحصل انفجار في أحد الشرايين. تمام. هو ما انتشرش مؤخرا، هو منتشر من زمان، بس يمكن الوعي بتاع الناس زاد دلوقتي، فبقى فيه إلقاء ضوء أكبر بشكل كبير عن المرض، والناس بتاخد بالها من مسببات ومن أساليب العلاج بتاعته. احنا متقدمين في ده دلوقتي بشكل كبير عن مثلا من 10 سنين فاتوا، لكن في إلقاء وعي كبير جدا عن الموضوع. السكتة الدماغية زي ما حضرتك أشرت مرض يعني بشكل عبء مش بس صحي، عبء اجتماعي وعبء مادي لأن ممكن رب أسرة يفقد قدرته على العمل، اجتماعي ممكن أسرة كاملة تفقد أو مسار حياتها يتغير لكن لأن الأب أو الأم حصل لهم إصابة بالسكتة الدماغية. تمام. لأن أسوأ حاجة في السكتة الدماغية الحقيقة إن هي السبب الأول للإعاقة على مستوى العالم. والسبب الثالث الوفاة. بس الإعاقة الحقيقة دي كمان ممكن ما تبقاش جاست إعاقة بشلل زي ما حضرتك ناس بس متخيلة، ممكن تكون إعاقة ذهنية، ممكن تكون إعاقة بصرية، ممكن تكون إعاقة في القدرة على التحدث أو الفهم. فاحنا عندنا أشكال مختلفة من السكتة الدماغية وللإعاقة، مش بس قصة الشلل. الخطورة طبعا إنه احنا عندنا في بلدنا 250,000 حالة كل سنة. الخطورة إن على مستوى العالم في شخص في شخص من كل 4 أشخاص بيجيله سكتة دماغية. فطبعا هو مرض منتشر بشكل كبير جدا وبشكل عبء على العالم كله. طيب. بص حضرتك، مسببات السكتة الدماغية المخ بيتلقى الدم من القلب. فاحنا عندنا قلب لازم يكون قلب سليم، عندنا مكونات بتاعتنا اللي هي الدم لازم يكون المكونات بتاعته سليمه، وعندنا شرايين اللي بتوصل الدم للمخ لازم تكون سليمه، ما تبقاش مسدوده. ما هياش مسدوده، اللي احنا بنسميه تصلب الشرايين. بالظبط. وتصلب الشرايين دي مشكله عالميه، هي بتسبب اجمالا اكثر من 50% من حالات الوفيات في العالم. يعني سكته دماغيه وسكته قلبيه ومشاكل الشرايين الطرفيه بتشكل اكثر من 50% من حالات الوفاه في العالم. طبعا الاسباب اللي حضرتك اشرت ليها، الضغط، السكر، المستويات العاليه من الدهون، التدخين، برضو عدم الكواليتي اوف لايف او عدم ممارسه الرياضه. كل ده الحقيقه بيسبب اجمالا كده الاسباب الرئيسيه بتاعت السكته الدماغيه. ملهاش علاقه بالحاله النفسيه او المشاكل النفسيه، لان دلوقتي معظم الناس بتعاني من القلق، الاكتئاب والحزن، او يعني التوترات المختلفه في الحياه زادت يعني. طبعا بكل تاكيد. بص حضرتك، الحاله النفسيه دي بترفع هرمون الكورتيزون في الجسم، والكورتيزون ده بيرفع الضغط والسكر وكل الحاجات اللي بتسبب جميع الامراض، مش السكته الدماغيه بس. فطبعا مهم جدا ان الصحه النفسيه جزء مهم جدا عشان الوقايه من كل الامراض، مش السكته الدماغيه بس. طيب، دي كانت مجموعة من النصايح عشان نعرف ازاي نحاول نقي نفسنا لا قدر الله من الإصابة بالسكتة الدماغية. هنكمل حديثنا مع دكتور أحمد البسيوني، أستاذ المخ والأعصاب ومدير وحدة السكتة الدماغية بطب عين شمس. والحقيقة دكتور، حضرتك كنت بتتكلم عن لا قدر الله عند الإصابة، أول حاجة تنبهنا إن في إصابة بالسكتة الدماغية، ونقدر يعني نحدد على طول منها بسرعة إن دي سكتة دماغية ولازم نتحرك بأسرع ما يكون، وأول إجراءات ممكن نحاول نعملها على ما يصل الإسعاف أو نصل إلى المستشفى. بص حضرتك، هو في اعراض طبعا احنا دايما في كل برنامج بنحاول ننبه بالاعراض دي، لانه مهم، احنا محتاجين وعي كبير قوي بالاعراض دي، لان احنا المريض بيبقى في سباق مع الزمن واهله في سباق مع الزمن. اشهر اعراض طبعا ان بيحصل ثقل في الدراع او الرجل، كان بيحصل اعوجاج في الفم، تقل في اللسان او مشكله في الكلام، ممكن الشخص يفقد القدره على الكلام او الفهم. مشاكل في الابصار، يا اما فقدان سريع جدا او يعني مفاجئ في الابصار، او ازدواجيه في الرؤيه، او دوار شديد جدا او دوخه. فكل الاعراض دي لازم تبقى انذار. دي اعراض الجلطات. اعراض النزيف نفس الاعراض دي، بس ممكن يكون مصاحب معاها صداع شديد جدا، بس عشان الناس بس ما تفزعش، بيبقى صداع غير مسبوق، صداع اقوى صداع المريض بيوصف ده اقوى صداع حصل لي في حياتي. مش حاجه كده تعدي عليك، عشان طبعا الصداع ده بيحصل ل 95% من الناس، فكل الناس كده هتهرع ويجي لها قلق. لكن في النهايه مجرد ما المريض يحس باي عرض من الاعراض دول، هيعمل ايه؟ ما يعملش اي حاجه، ان هو يتوجه بسرعه جدا لمستشفى كبير ومجهز. طيب دكتور احمد، اتفضل. مفيش اجراءات ممكن تعمل في البيت، صعب، غلط جدا المريض ياخد دواء من نفسه. ممكن اعراض النزيف والجلطه ولا اسبرين او حاجه بيقولوا ده بيساعد شويه، لانه اعراض النزيف زي اعراض الجلطه، فحضرتك لو خدت الادويه المسيله دي ممكن يكون المريض يكون عنده نزيف، لا قدر الله حد بتسيل الدم اكتر. والحاجه الثانيه انه العلاج اللي احنا بنستخدمه للاذابه، انت حضرتك كده بتعمل بلوك، لو خدت ادويه سيوله انها دي، وفي الاخر ادويه السيوله دي مش علاج للجلطه، هي وقايه من الجلطه.